السميع العليم من الشيطان الرجيم. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهدي الظالمين وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدنا وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدنا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا وابعث فيهم رسولا يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد بن عبد الله القائم بحق الله
ما ذاق أمر إلا فرجه الله. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين، وصل على سيدنا محمد في الآخرين، وصل على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين، صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات، وتقضي لنا بها جميع الحاجات، وتطهرنا بها من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. فهو سيدنا محمد أحمد من حمد الله تعالى، له المقام المحمود والحوض المورود واللواء الممدود والشفاعة العظمى في يوم الخلود. توجه الله بتاج الجمال وألبسه لباس الكمال، وزينه بأشرف الخصال. فإن سألت عن فقهه صلى الله عليه وسلم فكم تقدم للطاعات تقديما، وإن سألت عن نسبه كان شريفا، وإن سألت عن صبره كان رحيما، وإن سألت عن كفه فكم أغنى عليما، وإن سألت عن نسبه كان شريفا، وإن سألت عن رأيه كان سديدا. فصلوا على رسول الله، فصلوا على حبيب الله. اللهم صل على سيدنا محمد بن عبد الله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.